السلام عليكم. النهاردة هعمل ليكم رز بلبن على طريقتي الخاصة بكل تفاصيله وتكاته اللي تخليه يطلع معاكي زي ما انت عايزة بالظبط. الطريقة دي بسيطة جدا يا جماعة، بدون اي تعقيد، بدون كريمة خفق او كريمة لباني. ناجح جدا ومضمون وهيطلع معاكم حلو جدا. يعني من الاخر هتاكلوا احلى واطعم رز بلبن، كريمي ومظبوط، غير طبعا الوش بتاعه اللي كلنا بنحبه اللي بيكون مكرمش. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وكلمة تشجيع ليا في كومنت، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. ودلوقتي يلا بينا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول حاجة، في حلة على النار هنحط فيها كوباية رز مغسول ومش منقوع، يا دوبك مغسول بس. لكل كيلو لبن أو حليب هنحتاج نص كوباية من الرز. أنا هعمل 2 كيلو حليب، فهحتاج كوباية رز بنفس المج ده. تمام، هنحط عليه كوباية لبن و3 كوبايات من المية. كوباية اللبن اللي احنا حطيناها من ال2 كيلو حليب. تمام، هنحط عليهم معلقتين لبن بودرة، 2 معلقة هرمية كده، وهنقلبهم كويس قوي، وهنغطي الحلة وهنولع النار. وقبل ما الرز يغلي معانا هنشيل من عليه الغطا علشان ما يفرش على البوتاجاز. تمام، بالشكل ده هو لسه يا دوبك هيبدأ يغلي. هنحط بقى 2 معلقة كبيرة من الزبدة علشان يبقى طعمه غني كده، وهنقلب كويس قوي. تمام، هنسيبه بقى على النار كده لحد الرز ما يشرب كل كمية الحليب والزبدة كمان، ويكون استوى معانا. تمام، انا في الخطوة دي انا مهدية النار خالص عشان الرز يستوي براحته. تمام، هو كده استوى خالص. شرب كل كمية الحليب وشرب كل كمية الزبدة، ولسه فيه شوية مية. يعني مش هسيبه لما ينشف خالص. هنبدأ بقى نحط باقي كمية الحليب بتاعتنا ونشوف هنحط ايه تاني. اللبن يا جماعة مش مغلي، اللبن لسه جاي من عند اللبان. ممكن تغلي اللبن وتحطيه، بس يفضل انك تحطيه تعملي بيه الرز بلبن من غير ما يتغلي. وما تخافوش، يعني هو اصلا كده كده بيغلي كذا مرة. ودلوقتي بقى هنحط السكر. انا هحط على الكمية دي كلها 1.5 كوباية من السكر. ممكن تقللي الكمية زي ما انت عايزة، وممكن تزودي برضو زي ما انت عايزة، ولو حبيتي تعمليه من غير سكر خالص برضو براحتك. تمام، هنفضل كده نقلب فيه كويس قوي، عشان لو في اي حاجة لازقة في القاع تطلع معانا. واول ما اللبن يغلي هنبدأ نحط الكريمة بتاعتنا. طبعا احنا اتفقنا ولا هنحط كريمة خفق ولا كريمة لباني. انا هجيب نص كوباية من القشطة، وعليها نص كوباية من اللبن، وعليها 2 معلقة كبيرة هرمية من الكريم جانتي. هنقلبهم كويس قوي وهنحطهم على اللبن. ودلوقتي هنحط كده كيس من الفانيليا او كيسين، والكوباية دي هتديكي نفس النتيجة بتاعت الكريمة اللباني او كريمة الخفق. تمام كده، هنقلبها كويس قوي. ودلوقتي هبدأ احط النشا. معايا كوباية من المية وعليها 3 معالق كبيرة هرمية من النشا. هنحطها وهنقلب على طول علشان ما يحصلش اي تكتلات في القاع. ودلوقتي هحط رشة من الفانيليا، دي بنحطها اخر حاجة عشان تفضل ريحتها ثابتة في الرز. هنقلب بقى كده تقليبة كويسة، وهنسيبه يغلي معانا لحد ما تلاقيه بقى بيتكتك كده او بيبقبق. وطبعا طول ما هو على النار هنفضل نقلب فيه، هنفضل نقلب فيه لحد ما نحس ان اللبن كده بقى مليان رز، ونيجي نشيل كده بالمعلقه نلاقي المعلقه مليانه رز. دلوقتي هو كده بقى جاهز معانا. هنبدا بقى ان احنا نصب في البولات، وهو ده السمك المطلوب، لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف. ودلوقتي هنخلص كل الكميه وهنسيبه يبرد على الرخامه، وبعد كده هغطيه واحطه في التلاجة. لازم جدا يا جماعه نغطي الرز بلبن قبل ما يتحط في التلاجة. شايفين ما شاء الله؟ دي كل الكميه اللي طلعت معانا من ال2 كيلو. ما شاء الله الكميه حلوه قوي. انا بحط كده كام واحده في البولات الفخار دي عشان احطها في الفرن وتاخد وش كده حلو قوي. بيبقى طعمه تحفه جدا يا جماعه.
انا بحطه في صينيه كده وبعدين بدخله في الفرن، بولع بس الشوايه يا دوبك ياخد لون من على الوش كده واقوم جايه مخرجاه. طبعا احنا من وقت للتاني بنلف الصينيه عشان ياخد لون من كل الاتجاهات. ودلوقتي هو برد تماما. هغطيته كده ببلاستيك راب. والعلب دي كان ليها غطا، انا غطيتها كده. هحطهم بقى في التلاجة وهرجع اوريكم النتيجة عاملة ازاي. تمام. هو كده بقاله ساعتين بس في التلاجة. هنبدأ بقى كده نشوف مع بعض عامل ايه. ما شاء الله. القوام كريمي جدا والطعم تحفة جدا جدا. غني وكريمي وطعمه مفيش بعد كده. ما شاء الله. شايفين ده الفخار اللي دخل الفرن معانا. وشه مكرمش كده ولذيذ قوي. تقدري بقى تزوقيه زي ما انت عايزه، يعني ممكن تحطي عليه بندق مجروش او سوداني مجروش، او ممكن جوز هند وزبيب. اي حاجه انت حباها حطيها، وممكن تحطي عليه رشه قرفه. يعني اي حاجه انت عاوزه تحطيها وحباها حطيها عليه. انا حطيت كده ده سوداني مجروش ومعاه جوز هند، بيبقى طعمه تحفه جدا، انا بحبه كده. ما شاء الله. شايفين الوش مكرمش ازاي. هو ده اللي احنا عاوزينه، وهو ده اللي احنا بندور عليه. اتمنى بجد انكم تجربوا الطريقه دي، سهله جدا وبسيطه وطعمها هيعجبكم جدا. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس، ويا ريت تشجعوني ولو بكومنت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.